فينال الشامبيونز ليغ تقريبا 5 مرات كيتأهلوا على التوالي. اول فريق صراحه كيتأهل ل5 مرة على التوالي لنصف نهاية عصبة ابطال افريقيا. مبروك للوداد، مبروك للجمهور الودادي، مبروك للجمهور المغربي. هذا انجاز ديال البطولة الوطنية، هذا انجاز ديال الفرق الوطنية. مبروك للوداد رغم الصعوبات، رغم يعني المعاناة. يعني الماتش كان عادي يمشي لهم يديهم. حقيقة الوداد ديال هذا العام ماشي هي الوداد ديال العام اللي فات، ولكن مالغري تو يعني كتلقى ان الوداد تأهلات الدومي فينا، وهذه اهم حاجه. ثاني حاجه كنشكر الحارس اللي دار هو المقابله بطوليه. الحارس هو اللي اعتق الوداد، الحارس هو اللي اهل الوداد. انا بصراحه التاكناوتي حارس كبير، مي هذا حارس حسن منه صراحه سيرتو في ضربات الجزاء، لانه هو اللي كان اهل الوداد في كاس العرش ضد طنجه بينالتيات، ودابا كيأهلهم الدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ. مبروك. وكيعجبوني الحراس بحال هكا، الحراس اللي كتعطيهم الفرصه كيكونوا ديما في البونتوش، ومع فاش كيكون الحارس رسمي كيبين على انه حارس كبير وكبير بزاف. برافو حارس، باينه واقف غير في الوقفه ديالو كيبان لك حارس كباري، حارس واقف كيعرف يجبد كواري. برافو. انا كنظن كون كان التاكناوتي مع احتراماتي ليه ما كانش يجبدهاش كواري. مبروك الوداد، بصراحه الاداء كارثي. نهضروا على الاداء واخا ما كنتش باغي نهضر عليه. الوداد ماشي الوداد ديال العام اللي فات. بصراحه سيمبا فريق زعما ممتاز، لانه ولا كنشوفوا شي فرق افريقيا ولاو كيجيو واعرين. عندك سيمبا، عندك دابا ساوند داونز اللي رقم واحد اللي كنرشحوا له هذه البطوله، وعندك هذاك بيترو اتليتيكو. يعني فرق ديال جنوب الصحراء ولاو فرق كبار كيلعبوا كره جميله. اليوم سيمبا صراحه خلق فرص كثيره، كان عادي يسجل. الوداد راك عرفتي سيمبا كان عادي بحال الوداد راه ما داروا والو اليوم. الشوط الثاني والو، يعني ما كاينش، ما عرفوش المشكل ديال المدرب، مشكل ديال التكتيك التكنيك، ما عرفتش. حتى الاختيارات في التشكيله حتى هي اختيارات كارثيه. كنتمناو من اللاعبين والطاقم التقني والمدرب يعني يديروا راتراباج. يعني لان علاش؟ لان هاد الدومي فينال فيه مع من تلعب دابا الوداد مع ساوند داونز ربحات شباب الوداد في الجيري ب4-1. هاد ساوند داونز ضربات الاهلي المصري ب5-1. يعني فريق خطير، ما خاصكش دير خطا كونترو. يعني خاص جميع القوى ديال الوداد خاصها ترجع، خاصهم يركزوا مزيان اللاعبين، لان عندهم دومي فينال حارق. راه الا مشاو دازوا ساوند داونز راه ديالهم هاد لاكوب، لان اخطر فريق واحسن فريق حاليا يستاهل تشامبيونز ليغ صراحه هو ساوند داونز. كنت كنتمنى ان الوداد ما طيحش معاه حتى لا داز الفينال، مي الحمد لله ان هاد الدوزه هادي بهاد الطريقه دزتوا الدومي فينال. راه خاصكم تهزوا يديكم وتقولوا الحمد لله، لان حقيقه سيمبا اليوم كان قاب قوسين او ادنى باش يتاهل. سيمبا اليوم كان عنده 50-50 مع الوداد. سيمبا اليوم خلق متاعب الوداد. سيمبا اليوم بين عيوب فريق الوداد صراحه. فريق يعني تائه، ما كانش شي يعني ما كانش كره دايره، ما مدوروش كره، كنشوفوا كيهزوا للسما كيعطيوها انت ما كان صراحه. ما شفناش الوداد. كنتمنى هذا الانتصار من رحم المعاناه، كنتمنى ان شاء الله يستافد منه فريق الوداد، يستافد منه من جميع النواحي. يعني دابا نهار الاربعاء راه عابي كونتر لي فار، وانا الدراري بهذه المناسبه لبست هذا ديال بايرن حيت الوداد باحمر. المهم مشجع عسكري يفرح الوداد كجميع الجمهور المغربي اللي ما تفرجنا باعصاب ديالنا عاوتاني. الحمد لله الجمعه باش بدينا باول فريق الوداد اللي تاهل. الصعوبه يعني بصراحه هذا الماتش كنت كنتظر يكون سهل، مي هي الصعوبات ديال كاس افريقيا. برافو عليهم، عرفتي دازوا من رحم المعاناه. يعني كانوا قاب قوسين او ادنى يمشيو الوداد. المهم هذا الربح هذه الحمد لله اول فرقه دوزناها في البطوله الوطنيه. غدا الرجاء حتى هي كما قلت لكم انا في الفيديو قبل، الوداد عاد تاهلوا الرجاء ولي فار. الرجاء عاد تاهل غدا، الرجاء تأهل غدا. عقلوا على هذا كما كنقول، الرجاء تأهل غدا ان شاء الله، وحنا معاه قلبا وقالبا جميع الجمهور المغربي. شوف راه حنايا اليوم كلنا وداديين، رغم الفقصه والطريقه باش لعبوا الوداد ما كناش متفقين معاهم، ولكن كنشوفوا النتيجه تأهلات ماشي مشكل. كذلك غدا الرجاء البيضاوي غادي يلعب ماتش صعيب، هذاك صعب من هذا،
ولكن غادي يلعبوا بجرينتا والرجوله وغايجيبوهم وغايربحوهم وغنأهلوا الرجاء ان شاء الله. وغتبقى نهار الحد ختامه مسك. فريق الجيش الملكي اللي بهذه المناسبه كنقول للجمهور قطعوا التيكيت، عاودوا قطعوا التيكيت، اللي ما غاديش يمشي واللي ما عمره ما مشى يمشي، واللي ما مش حادي ما مشى خصو يمشي. يعني بغينا التيران يدور، راه الدور الجمهور دور كبير اخي. راه الدراري يدخلوا في معسكر تدريبي راه مركزين مزيان وخاصنا نشجعوهم من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه. تشجيع تشجيع تشجيع. يعني غدا الرجاء دابا عندكم سلطه مع غدا ان شاء الله وغندوزوا الرجاء وغتبقى لنا فريق الجيش الملكي ان شاء الله اللي غيكون ختامه مسك. وغندوزوا ان شاء الله وغندوزوا 3 ديال الفروق الوطنيه الدومي فينال ان شاء الله. المهم مبروك الوداد اليوم، مبروك للجمهور، مبروك العيالات مساكن كانوا كيدعيو بصراحه. يعني منظر يعني حقيقه زويون كتشوف واحد الروح بصراحه تفرجنا من الاعصاب ديالنا. يعني الوداد ينجو من الاقصاء صراحه بواحد الطريقه كانت غريبه. انا كنت شفت الشوط الاول بواحد الزيرو قلت راه غيضربوهم الشوط الثاني. مي غاريدو خويا راه مازال ناقص. غاريدو حقا راه ماشي كوتش اللي خاص يصلح الوداد. شي راه خاك عموته كتلقى عموته النيفو ديالو عالي صراحه لا غاريدو. مي دازت الوداد غدا التركيز كله على الرجاء. الجمهور الرجاوي ما نحتاج نقول لكم طلعوا تفرجوا لانكم نتوما ريتم عالي. الجمهور ديال لي فار ما نحتاج نقول لكم طلعوا لان سمعت انا اخبار جيده ان كيتقطعوا بزاف. ولكن كنزيد حيت حنا عندنا التيران ديالنا كبير ماشي بحال ديال كازا. كازا تقريبا راه غير 30 35 الف يعمروا. حنا 35 ما كتبانش عندنا في التيران لان التيران عندنا كيهز تقريبا 65. وعاد راكم عارفين في كازا حابسين المنطقه 6 ما كيدخلوش فيها الجمهور. دونك كنشجع كنقول يا ربي يدخلوا الجمهور. الدراري سمعوا الدعوه ديالنا طلعوا الجمهور عسكري طلعوا 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 راه محتاجين لكم فرقتكم وغنتاهلوا ان شاء الله وغادي نفرحوا وغيكون اسبوع ديال البطوله الوطنيه وديال الفرق الوطنيه يا الله حتى الغدا ان شاء الله. والفرحه ديالنا مع الرجاء وغادا ان شاء الله يا الله. الرجاء والوفاق جمعوا راسكم.